سجن العقرب احنا بنسميه جوانتانيمو العقرب. إدارة السجن عملت نظام جديد للزيارة، إزاز والتليفون، ومفيش يسلم على أولاده ويسلم على أبوه وأمه، كل ده كان ممنوع. يعني مقومات الحياة الطبيعية ممنوعة عنهم، ما فيش أي حاجة بتدخل لهم، وحتى وصلت إن هم بيمنعوا الأدوية. إن إحنا نشوف معتقل يروح عشان يحضر جلسته وهو في غيبوبة، فما يقدرش إن هو يروح يحضر الجلسة، فيتم وضعه في سجن الزقازيق. ففوجئت لقيته جاب كيس من الأكياس المرمية على الأرض وفتح الدواء وفضى الدواء جوه الكيس وربطه بشكل يعني أنا بتهيألي إن هو لو أخذ الدواء ده هيجيله أصلا تعب. مصطفى من هول النشاسي جاله شلل. لك أن تتخيل زوجة وهي داخلة على زوجها وتلاقيه قاعد على الكرسي وتسأله انت مش واقف زي كل الناس ليه؟ يقول لها ما انا واقف اهو. لما نلاقي النهارده الاخ في عنبر الاعدام والده ما يعرفش ان هو محكوم عليه اعدام، والدته لسه متوفيه وخايفين على والده، فبتيجي زوجته وتقول له لو سمحت بس اقلع البدله الحمراء من فوق وادخل بالفانيلا الداخليه علشان والدك ما يشوفكش بالبدله الاعدام، خايفين يقع منا يموت. ويقول لها ان انا اصلا مش لابس غيارات داخليه لان هم حارميننا منها وساحبيننا منها. سجن العقرب مقبرة للسجناء اللي موجودين فيها، ده موت بالبطيء للسجناء هناك. ابدا مش هيشوفوا نظره ذل في عينينا ابدا، ولا يعني هينولوا من عزيمتنا ولا ثباتنا ولا اصرارنا على مواصله الطريق، مش هينولوها، يعني اللي هم بيتمنوه ده مش هيحصلوا عليه ابدا.